فكرة بعنوان ليه الليزر ما بيضعفش زي الضوء العادي؟ السر في قانون مهم. الشكل المقابل يوضح المدى الطيفي لمصدرين ضوئيين واحد واثنين. فعندما يقطع الضوء الناتج عن المصدرين مسافة دي كانت شدة إضاءة المصدر واحد، مصدر واحد ده شدة إضاءته هي 2 اي، وهنا اي. طب لما يقطعوا مسافة 2 دي، فعندما تصبح المسافة 2 دي هتكون شدة إضاءة المصدرين بقى هل هتبقى اي على 4 ولا 2 اي ولا؟ سيبك من الإجابات وركز كده في السؤال. هو إيه الفرق بين المصدرين؟ لما يكون في مدى كبير من الأطوال الموجية، اتساع طيفي كبير كده، يبقى ده ضوء عادي. ده ضوء عادي. والضوء العادي لو أنا عندي مصدر ضوء عادي أهو، بتلاقي لو أنا عندي حائل هنا وبعدناه شوية وبعدناه شوية، كل ما الحائل يبعد عن المصدر عدد الفوتونات اللي بتسقط على الحائل بتقل، يعني شدة الضوء بتقل. وده قانون اسمه قانون التربيع العكسي، اللي هو شدة الضوء اللي هي رمزها اي تتناسب عكسيا مع مربع المسافة. طب ليه شدة الضوء بتقل؟ لأن هنا كان بيسقط عدد كبير جدا من الفوتونات، كل ما ابعد الفوتونات بيحصل لها تشتت، فعدد الفوتونات اللي بتسقط على السطح بتقل. فلو الشدة هنا كانت اي، ده بنتكلم عن الضوء العادي، يبقى لما المسافة تزيد للضعف الشدة هتقل الربع، هتبقى ربع اي. طب لما تزيد 3 أمثال هتبقى 3 دي اهي، 3 دي هتبقى الشدة اي على 9. طيب يبقى احنا اتفقنا ان المصدر ده ضوء عادي لان فيه اتساع طيفي كبير، فيه اطوال موجية كتير، ضوء غير نقي، فيه الوان كتير. طب لما نيجي بقى نطبق القانون ده على المصدر العادي، هنقول ان اي 1 على اي 2 هتساوي دي 2 تربيع على دي 1 تربيع. انا بتكلم على الضوء العادي اللي هو في الشكل رقم 1. تعال نبص بقى على السؤال. هو قال لي في الحالة الأولى كانت شدة الضوء 2 اي، احنا عايزينها في الحالة الثانية. في الحالة الأولى المسافة دي 1 كانت دي، في الحالة الثانية المسافة زادت للضعف. وبيقول لي بقى لما المسافة تبقى 2 دي في الحالتين ايه اللي هيحصل؟ تعال نركز كده مع بعض. طبعا لو كملنا هتبقى 2 اي على اي 2 هتساوي 2 تربيع ب4 دي تربيع على 4 دي تربيع على دي تربيع. الدي تربيع هتروح مع الدي تربيع، احنا عايزين اي 2 يبقى نقسم ده على ده، يبقى هتساوي 2 اي على 4 يبقى تساوي اي على 2. 2 على 4 فيها اي على 2، يبقى المصدر اللي هو الاول يبقى الاجابه المفروض اي على ايه؟ على 2 تقريبا، مفيش غير كده. طيب تعالى بقى نرجع كده للمساله عشان نشوف المصدر الثاني. المصدر الثاني ده مدى ضئيل، يبقى ده ليزر، والليزر لا يخضع لقانون التربيع العكسي لان فوتوناته مترابطه. يبقى لو عندي مصدر ليزر كده وسقطت على الحائل فوتونات، لما نبعد المصدر هتسقط تقريبا نفس الفوتونات لان لا يحدث لها تشتت. فلو الشدة هنا اي يبقى هنا اي يبقى هنا اي مهما المسافة بعدت، لأن الليزر لا يخضع لقانون التربيع العكسي. يبقى شدة الضوء في حالة 1 اللي هو مصدر ضوء عادي هتبقى اي على 2. أما في حالة الليزر الشدة هتبقى اي، يبقى الإجابة الصح هي رقم 2.